السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده هنعمل حاجة كده خفيفة مع بعض، اكلة سريعة كده ولذيذة في نفس الوقت. نسمي الله بقى ونصلي على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ ونشوف المكونات دي ايه. معانا كده نص كيلو سجق بلدي، معانا كده حبيتين طماطم كده متقطعين سلطة صغيرة، ومعانا معلقة توم، معانا قرن فلفل، لو حابة تحط فلفل حامي حط قرن. معانا هنا بقى البهارات، نص معلقة فلفل اسود وكمون وكزبرة وملح، بس مش هنحط بقى الملح، ايه نسيبه في الاخر. معانا هنا كده طاسة على البوتاجاز فيها زيت سخن، هننزل بالسجق الاول نشوحه. يلا بقى انا عايزاكم تصلوا على النبي وتحطوا لايكات كتير، تنزلوا تعملوا اشتراك للقناة. هنشوح كده السجق كده الاول. اهو اخد تحمير اهو، ونزل بقى الدهون اللي فيه. بعد كده بقى هنشوف ايه هنعمل ايه مع بعض. طلع كده السجق، لازم تسيبيه سليم ما تقطعهوش في الاول علشان اللحم بتاعته ما تفكش في الزيت. زي ما انتم شايفين كده في نفس الزيت بقى هنحط معلقة التوم، ننزل كده بمعلقة التوم تاخد تشويحة كده. زي ما انتم شايفين كده. ننزل بقى عليها بالطماطم، تصفر كده بس منسيبهاش تحرق خالص يعني. ننزل بقى بالطماطم كده اللي احنا عاملينها، ونوطي بقى البوتاجاز. زي ما انتم شايفين كده تاخد تشويحة، وبعد كده بقى ايه نسيبها بقى تتسبك مع بعضها ونحط البهارات بتاعتها. اللي حابة تحط البهارات دلوقتي تحطها، اللي حابة تحطها في الاخر بعد السجق عادي، بس مش هتضر، بس بطعم بقى الطماطم بقى مع التسبيكة كده. نحط كده الكزبرة والكمون والفلفل والبابريكا، وهنسيب بقى الملح للاخر علشان السجق بيبقى يعني فيه حدق شوية، فعشان ندوق الحدق الاول. زي ما انتوا شايفين كده نسيبها بقى ايه تتسبك مع بعضها شوية ونرجع لها تاني. اهي بقى ده خلاص اتسبكت اهي. هننزل بقى عليها بالفلفل الاخضر، نديها بقى تقليبه كده. بعد كده بقى نجيب السجق وننزله بقى ايه، نكون مقطعين السجق كده حتت، انا ما جبتش التصوير ده، بس نكون مقطعين السجق حتت كده صغيره، وننزل بقى كده. وبعد كده بقى ايه نقلبه شويه يسيبه بقى يستوي مع بعضه عشان ندوق الحدق بتاعه الاول. لو احتاج ملح بقى نحط له. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، خلاص كده دخل في مرحله السوا خالص. هندوقه بقى، لسه عايز شويه ملح، حطينا ربع معلقه ملح صغيره. نسيبه بقى ياخد ويدي بشكل ودي كده مع بعض، ونرجع لكم بقى بعد ما يستوي خالص، ونيجي بقى ايه نغرفه. اهو يا حبايب قلبي ما شاء الله ما شاء الله، جميل ولذيذ اهو. ناخده بقى نعمل باقي سندوتشات كده في عيش فينو. عايزه تعملي جنبه مكرونه ماشي، اللي انت حباه. انا عملت بقى عيش فينو جنبه. زي ما انتوا شايفين كده ادي العيش اهو. نحشي بقى السجق كده. بصي احلى سجق، اكله خفيفه وسريعه مش هتوقفك في المطبخ 5 دقايق. تعملها بقى عشاء خفيف، ايه غدا، جنبها بقى شويه بطاطس محمرين ومكرونه، هيبقى جميل قوي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا وعافية على اللي يجربوا وياكلوا يا رب. وعايزة اشوف رأيكم في التعليقات.
وعايزة اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم معهم ياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.